ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي المتواضعه عالم دعاء عسقلاني. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها ان شاء الله. ان شاء الله ده هيكون اخر فيديو في سلسله الاير فراير. بالنسبه للناس اللي ما شافتش باقي الفيديوهات، انا عامله 3 فيديوهات قبل كده يا جماعه علشان بتغطي كل الحاجات اللي تخص الاير فراير. فتحنا الاير فراير مع بعض، نظفناها مع بعض، عملنا وصفات فيها، ودي الجزء الرابع او ده الجزء الرابع بتاعها او الفيديو الاخير، الاكسسوارات والحاجات اللي هنجيبها للاير فراير. يلا من غير رغي كتير ندخل على الفيديو بتاعنا كده. نبدا بسم الله. واول حاجه البامب او المضخه بتاعه الزيت اللي احنا بنرش بيها الزيت على الاكلات علشان طبعا نقلل استخدام الزيت، لان الهدف الرئيسي اصلا من القلايه ان احنا نقلل الزيت. تمام. دي زي ما انتم شايفين مطلعاها بخيرها من العلبه. تمام. العلبه دي موجوده عندي ليها حوالي، انا جايبه القلايه في شهر 5، احنا دلوقتي في شهر 2 5 7 من 9 شهور انا ما استخدمتهاش. تمام. انا بستخدم ايه؟ انا بستخدم البخاخه اللي انتم شايفينها الثانيه دي اللي هي الشفافه. ما حسيتش ان انا محتاجه دي، فاهمني؟ يعني لو عندكم الازازه اللي هي بتكون جايه، بصوا يا جماعه، في نوعيه زيت كان بيجي معاها ازازه بخاخ كده من فتره، وكان بتتباع في السوبر ماركت عادي. انا الازازه دي كانت موجوده عندي في البيت، مش فاكره بالظبط كانت بتاعه ايه، بس غسلتها ونضفتها، وساعتها ما كنتش جبت المضخه اللي هي الستانلس دي، فاتعاملت بقى بدي، ومن ساعتها وانا ما غيرتهاش. هي دي ما بستغناش عنها اصلا، لان انا مش حاسه ان انا عايزه حاجه بديله عنها، فاهمني؟ فممكن لو عندكم ازازه بترش كويس خلاص، يعني مفيش داعي ان احنا نشتري اللي هي الستانلس دي. خدوا الكبيره كمان. ولو ما عندكيش لا دي ولا دي، الفرشه عادي بتأدي نفس الغرض. نيجي لاكتر حاجه مغرقه الدنيا ومغرقه الانترنت ومغرقه المحلات، ورق الجرايد ده. ايوه حرفيا هو ورق جرايد، ده مش ورق زبده خالص، ولا يعرف الزبده ولا يقرب لها من اساسه. حرفيا الاكل لو مش بيلزق في اي حاجه وهيتحط على الورق ده هيلزق. تقريبا استخدمت ورقتين 3 من العلبه كلها، والعلبه قاعده لسه بخيرها. ما جربتش، ما استجريتش ان انا اكمل ويعني استخدمها في اي حاجه تانية. نيجي بقى لبديل ورق الجرايد ده ورق زبده يا جماعه، حلال فيه كل قرش هيدفع فيه. لو قلتوا لي ايه احسن حاجه في الاكسسوارات كلها اللي انت جبتيها دي، هقول لكم ورق الزبده ده شايفين مكتوب عليه نون ستيك، يعني غير قابل للزق. غير كمان ورق الزبده الابيض اللي كلنا بنشتريه وموجود بره في المحلات، غير خالص. بصوا الورق كده مزحلق، وتحسوه زي ما يكون عليه طبقه زيت وهو ما فيهوش زيت، فاهميني؟ واقل قطعه منه تحطيها في اي حته وفي اي مكان وما فيش حاجه بتلزق. انا هوريكم حرفيا، عملت عليه تجربتين، عملت عليه سمك وعملت عليه قرنبيط، والاتنين ما شاء الله بيلزقوا لزق ما فيش بعد كده. هوريكم كل حاجه يعني بصوا، خطير خطير خطير. اول مره اشتري حاجه اونلاين وبصراحه اتبسط منها جدا. تعالوا بقى اوريكم لما عملت التجربه عملي اهو قدامكم بالورق الزبده الجديد. قطعت حته ورق على قد الاير فراير او المكان اللي انا هحط فيه السمك، وبعد كده حطيت السمك عادي جدا. وطبعا اللي حضر الفيديو اللي قبل كده بتاع الوصفات عارف ان انا قلت لكم السمك بطلت اعمله بدقيق، بتبله وبحطه على طول، بس كده ما بعملش فيه اي حاجه تاني. وحطيت، شايفين ما شاء الله، كانت سمكه كبيره وكانت سمكه متوسطه، ما كانتش صغيره، وحطيتهم بالشكل ده. وبعد كده دخلتهم من الاير فراير. انا خرجتهم بعد نص الوقت علشان اقلبهم، لان حسيت ان الجزء اللي من فوق شبه استوى. هي تقريبا كلها استوت، بس كنا عايزين ننشفها حبه لانها نزلت سوائل كتيره جدا، والورقه من تحت بقت مليانه سوائل ومليانه من التتبيله بتاعتها، فاهميني؟ انما مش لازقه. انتوا شايفين منظرها عامل ازاي؟ مش لازقه خالص، وبتخرج بكل سهوله جدا. حرفيا احنا لو كنا حطيناها على الورق العادي اللي انا وريته لكم في الاول الفيديو اللي هو المدور ده، يعني بصوا كانت السمكه اتبهدلت اتهربدت. تا 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 تا. شايفين دي النتيجه النهائيه بعد ما خلصنا السمك. والورقه حتى لا لزقت في الاير فراير ولا لزقت في السمك، يا دوب بس كل اللي نزل عليها حبه سوائل من السمك، وكمان حبه خلطه من اللي هي جوه السمك، بس كده. ادي شكل السمك بعد ما استوى، شكله كان تحفه ومفيش اي حاجه لازقه في الورق. مبدئيا كده يا جماعه، بمناسبه اللي بيلزق واللي ما بيلزقش، احنا حرفيا لما عملنا الطعميه اول مره على الورق الاصفر ده اللي هو المدور ده، حرفيا لزق زي الصوره اللي انتوا شايفينها. الصوره دي مش خيبتنا احنا، لا دي خيبه ناس تانيين كانوا منزلينها على النت، لان انا ما لحقتش اصور الخيبه بتاعتنا بصراحه ساعتها، وكلناها حرفيا بالورق. هنا بحاول ابين لكم اللمعه اللي موجوده في ورق الزبده اللي انا جايباه اللي هو الغير اللاصق، والورقه الثانيه اللي هي مش بتلمع اساسا. بقول لكم حرفيا ورق جرايد، ورق كراريس، اي حاجه غير انها ورق زبده. طيب خلاص، احنا اتدبسنا وجبنا الورق ده، هنرمي الورق؟ لا مش هنرميه. طب تعالوا اقول لكم بقى انا بقيت بعمل بيه ايه. الورق ده بقيت اجيبه كده وبطبقه وبحاول استخدمه كطبقه حمايه ثنائيه ثانيه معايا في القلايه، بمعنى ان انا بحطها من تحت ورقه الزبده الغير لاصقه. ليه؟ لان ورقه الزبده يعني بصوا
مهما نقصقصها برده مش هتكون جايبه كل الاطراف. فممكن لو حاطين حاجه فيها سوائل او بتنزل سوائل زي موضوع السمك ده فهتنزل على القلايه، فاهمني؟ فانا بجيبها وبطبقها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وبعد كده ببدا اعملها بالخرامه. فلما بفتحها تاني وبفردها زي ما انتوا شايفين كاننا جايبين اللي هي في نوع اصلا بيبقى متخرم كده يا جماعه. فاحنا بنعملها بالخرامه عادي جدا وبنستخدمها وبنحط فوقيها ورقه الزبده. تعالوا بقى اوريكم انا عملت الموضوع ده ازاي. اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه الورقه حاطه من تحت الورقه اللي هي بتلزق عادي جدا، وحطيت فوقيها الورقه اللي ما بتلزقش، وكنت عامله هنا قرنبيط، وقلت علشان الخلطه بتاعه القرنبيط ما تسحش مني وتنزل في القلايه وتبهدل الدنيا، فانا هحط يعني اللي هي المدوره دي من تحت علشان تبقى عامله طبقه حمايه. اكتر جزئيه متحمسه ليها في الفيديو الجزئيه دي. زي ما انتم شايفين الاسباتولا زي ما يكون واكلها فار، بس هو ما كلهاش فار، اللي كلها الحراره بتاعه الاير فراير. الاسباتولا دي كنت جايباها مخصوص للاير فراير، قلت هخليها للاير فراير بس، اول استخدام جايه اقلب بيها الاكل ده اللي حصل فيها. تمام؟ فنصيحه مني يا جماعه بلاش تستخدموا السيليكون في الاير فراير، لانه ممكن لا قدر الله يكون نوعيه مش كويسه زي النوعيه دي وتلاقوها اتفعلت مع الاكل. انا فاكره زمان ان ماما ما كانتش بتسمح لنا ان احنا نحط اي حاجه سخنه في الكوبايات البلاستيك، عايزين حاجه سخنه يا اما في ازاز يا اما في المجات اللي هي الخزف. تمام؟ غير كده ما ينفعش ان احنا نحط الحاجات السخنه في البلاستيك. تمام؟ دي حاجه تانية، لو لاحظتوا كم حد فيكم لاحظ كم مره وانت بتستخدمي الاسباتولا وبتعملي بيها الاكل لقيتي فيه رغوه وريم كتير قوي في الاكل؟ لما تكوني بتعملي بصل او توم او بتقلبي اي حاجه وفيها زيوت وفيها حاجات كده، كم مره لاحظتي انه بيبقى فيه فوران كده وشكل مش طبيعي بالمره؟ علشان تفهموني هحط لكم صوره من فيديو بتاع حد مشهور جدا على السوشيال ميديا، وهي شيف مشهوره جدا، وكانت بتقلب بالاسباتولا وتداركت الموضوع وغيرت الاسباتولا وجابت معلقه خشب. انا حضرت الفيديو ده وجربت معلقه خشب وخدت سكرين شوت لمنظر الرغوه والطاسه. اكيد هحطها لكم قدامكم هتظهر دلوقتي. طب وايه بقى الحل؟ الحل يا جماعه ان احنا يا اما نعمل طبقه الحمايه الثنائيه دي في الاكلات اللي ينفع انها تتحط كده على الورق عادي. تمام؟ طب الحاجات اللي ما ينفعش انها تتحط على الورق، عندنا البديل للموضوع ده طاجن الفخار. ده بالنسبه لي بقى المنقذ دلوقتي، وما بقتش بستغنى عنه ابدا في اي اكلات فيها سوائل او اي حاجات ممكن تنفع انها تتعمل فيه. طيب ما عندكيش فخار، ممكن البايركس، ممكن البورسلين، اي حاجه بتدخل الفرن وتكون صحيه. اهم حاجه انها تكون صحيه يا جماعه. تمام؟ السيليكون غير صحي تماما، ودوروا على الدراسات اللي بتقول الكلام ده. الموضوع بقى منتشر، ونفس الناس اللي كانت بتقول السيليكون واو والسيليكون تحفه هي نفس الناس اللي راجعه دلوقتي بتقول لا يا جماعه ما تصدقوش الكلام ده. نفس العلماء ونفس الناس دي هي اللي راجعه دلوقتي تقول لا السيليكون مش صحي تماما. فالسيليكون عايزين استخدموه على البارد، انما تستخدموه في حاجات سخنه وعلى النار، ومثلا في القلايه في السخونيه الشديده اللي بتبقى جوه القلايه كده، انتوا جبتوا القلايه علشان الزيوت وعلشان صحتكم عشان تعملوا اكل صحي، وفي المقابل بتضيعوا ده علشان بتستخدموا الحاجات السيليكون. واهو بعد ما خلصنا الورق بيتشال عادي جدا ومفيش اي مشكله، والقلايه بتاعتنا قاعده نظيفه وزي الفل. وتعالوا بقى نشوف التجربه العمليه للطاجن لما حطيت فيه زي ما انتم شايفين كده القرنبيط. طلع تحفه يا جماعه ودايب. بصوا بدوس عليه كده دايب حرفيا وريحته تجنن، وما كنتش قادره استنى طبعا اكلت. فبصراحه كانت تجربه جامده جدا، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها ان شاء الله.